حاجه بصراحه كده فوق الخيال. هجمع لك ما بين السمارت ووتش والايربودز بتاعتك في منتج واحد وارخص من الاثنين. النهارده معانا فعلا الايربودز العبقريه، فيها خاصيه النويز كانسليشن، وكمان الكيس بتاعتها بتيجي بشاشه جامده جدا فيها مميزات ولا اروع. وكمل الفيديو ده للاخر لاننا هنفتحها ونعرف كل حاجه فيها. ما تنساش لو انت اول مره تشوفني، انا رامي حموده، كل يوم معلومه جديده ومنتج جديد. تابعني ولايك وقولي رايك في الكومنتات. وهي دي بقى كل محتويات العلبه. اول حاجه كابل الشاحن بتاعها، وبيجي نوعه تايب سي في تايب سي، وشحنها كويس جدا لان بطاريتها 500 ملي امبير، وده اللي بيخليها تشتغل معاك متواصل حوالي 5 ساعات. والستاند باي بتاعها ممكن تقعد معاك لمده شهر كامل ما تفصلش. تاني حاجة بيجي معاها طقم الودانات بتاعها عشان تظبط السماعة على مقاس ودنك يا معلم. تالت حاجة بتيجي مع السماعة لان دي موديل برو 2 وهي العلاقة بتاعة السماعة. رابع حاجة بيجي في العلبة الكتالوج بتاعها، وده مهم جدا لانه بيشرح لك كل حاجة موجودة في الايربودز. واخيرا بقى نبعد كل ده ونيجي لحتة البونبوناية بتاعتنا. زي ما انتم شايفين من قدام فيها شاشة هنشوف كل تفاصيلها دلوقتي، وهي دي خلفية الشاشة، وممكن نختار ما بين تقريبا 8 خلفيات. ولو فتحنا الايربودز هنشوف فيديو جميل جدا. بصوا كده. اول حاجه هنقدر نعملها من شاشه الايربودز وهو البرايتنس او اللايت بتاع الشاشه. زي ما انتم شايفين نقدر نقلل ونعلي زي ما احنا عايزين. تاني حاجه نقدر نختار اللغه بتاعه الكيس بتاعتها، وانا مختار الانجليش. ومن هنا ممكن نختار الخلفيه بتاعه السماعه. ومن هنا لو في ايربودز واحده ضايعه منك ممكن تدور عليها من خلال الاختيارين دول. ومن هنا بقى تقدر تستخدم الايربودز بتاعتك كريموت للكاميرا، وبرضه ممكن تستخدم الايربودز كفلاش لايت. وهنا بقى المفاجاه انك ممكن تتحكم من الاغاني اللي شغاله على الموبايل من خلال الايربودز، وكمان لما بتشغل اغنيه بيجيب لك اسم الاغنيه اللي انت مشغلها. تعالوا بقى للمهم بتاعنا، وانك ممكن تختار ما بين 4 مودات في الايربودز، واهم مود فيهم هو النويز كانسليشن، واللي بيعزلك عن العالم كله. طبعا الايربودز بتاعتنا تاتش، يعني ممكن توقف الاغنيه، ممكن ترد على المكالمات، ممكن تنهي المكالمات. البلوتوث بتاع السماعه تقدر تعمل كونكت لاكتر من حاجه، ممكن تعمل كونكت الموبايل بتاعك وكمان اللابتوب بتاعك في نفس الوقت. ده غير ان الصوت بتاعها نقي جدا وعالي جدا، والبيز بتاعها محترم. وبكده اكون خليتك جمعت ما بين الايربودز والسمارت ووتش في منتج واحد وارخص من الاثنين. اشوفكم فيديو جديد ومنتج جديد. سلام.